أهلا بيكم في أفكار ووصفات مع روني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، سهلة وبسيطة، لكن شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وطعمها رهيب. مكوناتها بسيطة قوي، ومش هتاخد معاكي وقت في تحضيرها، وهيطلع طعمها خطير. الكبار والصغيرين هيحبوها. الوجبة دي تنفع فطار أو غدا أو عشاء. سهلة وبسيطة جدا في طريقتها. تعالوا نشوفها المقادير مع بعض. هجيب لانشون. أنا اللانشون ده عاملاه في البيت، وموجود في الاوردرات على الصفحه اللي حابب يطلبه. لانشون بعمل في لانشون فراخ او لانشون لحمه، بمكونات طبيعيه جدا. مفيش اي حاجه بحطها الا اللحوم، يعني فراخ او لحمه بس. هنبتدي نقطعه كده بالمقص زي ما انتوا شايفين كده، قطع صغيره. وهجيب جبنه رومي برضو، هبتدي اقطعها كده بالمقص كده شرايح قطع صغيره. الأكلة دي حلوة قوي، ميزتها ان تقدري تضيفي اي حاجة انت حباها، واي حاجة الولاد بيحبوها. اضافاتها كده مفتوحة، يعني ممكن تحطي فراخ مثلا قطع، ممكن طبعا مستوية. ممكن تضيفي اي اضافات انت حباها. بصراحة طعمها رهيب قوي الأكلة دي بجد، وهتعجب يعني الكبار والصغيرين. وهتيجي لو حتى بتشتغلي، هتيجي مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط في تحضيرها. انا بالظبط اخدت معايا الوقت ده. هبتدي اقطع كده الجبنه الرومي وكلها، وكده قطعت الجبنه الرومي واللانشون. دلوقتي جبت زيتون شرايح اسود واخضر، قطعته حتت صغيره كده. وهحط فلفل الوان اصفر واحمر، وهقطعه برضو صغير خالص. وابتدي اقلبهم كده مع بعض. شايفين الالوان جميله ازاي بتاعت الطبق، تفتح النفس لوحدها. هقلبهم كويس جدا. دلوقتي انا حطيت 7 بيضات، عايزين تحطوا اقل عايزين تحطوا اكتر زي ما انتوا حابين. وحطيت معلقه فلفل اسود ورشه ملح صغيره، لان اللانشون فيه ملح وجبنه رومي فيها ملح. هبتدي اجيب صينيه ومحطوط فيها ماده دهنيه، وابتدي احط الطبق ده كله اللي انا حضرته فيها. احطه على النار، على نار هاديه لمده 10 دقايق، وهغطيه بغطا. بعد كده هيبقى ده شكله بعد ما استوى. بعد 10 دقايق هبتدي احط على وشه جبنة موتزاريلا، وهبتدي ادخله الشواية بس كده 10 دقايق. شايفين ده شكله بعد ما استوى؟ بجد شكله رهيب وخطير جدا. وشايفة القطعة، وطبعا الجبنة بتمط رهيبة قوي، بجد طعمها رهيب. يا رب يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة.